27% من مصابي السكر ما كانوش عارفين ان عندهم مرض السكر. يعني تخيل معايا كده ان ما بين كل 4 في العالم بيصابوا بمرض السكر في واحد ما كانش عارف انه عنده مرض السكر ولا يعرف ايه اعراض مرض السكر، واكتشف فجأة كده انه بقى عنده مرض مزمن بدون ما ياخد باله ولا ياخد احتياطاته ولا اي حاجة. فالنهاردة ان شاء الله هعرفك 10 اعراض خطيرة بتدل على وجود مقاومة الانسولين، ودي مرحلة ما قبل السكري، عشان تبدأ تلحق نفسك وتتخلص منها قبل ما تدخل في المرض المزمن ده. ومهم جدا تخلي بالك من العرض رقم 8 ورقم 10 لانهم الاخطر على الاطلاق، رغم ان الناس اغلبهم ما بيهتموش بيهم ومش بيركزوا معاهم للاسف. يعني العرض الاول وهو التعب والارهاق بعد الاكل مباشرة. طبيعي لما انت تاكل اي وجبة كده يبقى عندك طاقة ونشاط وتقوم تشتغل، لكن في حالة وجود مقاومة الانسولين انت لما بتاكل الانسولين بيتفرز بس ما بيعرفش ياخد السكر يدخله الخلايا، فبيبقى في سكر عالي في الدم، فتحس بدوخة وبخمول وانك عاوز تنام ومفيش طاقة. وده كده العرض الاول وهو التعب والإرهاق بعد الأكل مباشرة. العرض الثاني وهو زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن. الكرش ده من أعراض مقاومة الأنسولين، لأن ده معناه إن في طاقة كبيرة والجسم مش عارف يدخلها الخلايا وبيخزنها كطاقة، بيخزنها كدهون. تمام؟ وكل كيلو دهون زيادة في منطقة البطن عبارة عن زيادة في مقاومة الأنسولين. والدراسات أثبتت إن دهون البطن بتفرز مواد التهابية بتخلي الجسم يدخل في مرحلة مقاومة الأنسولين بشكل أسرع. العرض الثالث والرابع وهم أشهر أعراض مقاومة الأنسولين وهو اسمرار الجلد عند الرقبة أو تحت الإبط، أو الزوايد الجلدية سواء في الرقبة أو تحت الإبط أو فوق جفن العين. دي أشهر الأعراض اللي بتبقى باينة قدام العين، لما بنشوفها في مريض بنبدأ ننبهه إن عندك مقاومة أنسولين وابدأ اهتم وابدأ ركز، عشان خلاص دي أعراض واضحة وصريحة. تمام؟ لأن لما الأنسولين يعلى جامد في الدم بيحفز خلايا الجلد للنمو، فالخلايا بتاع الجلد دي تبدأ تنمو بشكل أكبر وبتتضاعف، فما يبقى فيه يعني خلايا كتير في المنطقة دي يبدأ يحصل اسمرار في الجلد أو يبدأ يحصل زوايد جلدية سواء في الرقبة أو فوق جفن العين أو تحت الإبط، وده دليل واضح على وجود مقاومة الأنسولين. وقبل ما نقول العرض رقم 5 فمهم جدا انك تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة عشان القناة تكبر والفيديو ينتشر ونوصل لأكبر عدد من الناس، وده هيساعدني اكمل في صناعة المحتوى واعمل فيديوهات من دي بشكل اكبر. فعايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. اما العرض الخامس وهو كثرة التبول وكثرة العطش. تمام؟ وده بيحصل كديفنس ميكانيزم كده، الجسم بيحاول يحميك. الكلى لما بتلاقي ان السكر عالي في الدم فتبدأ تخليك تعمل بول اكتر عشان تبدأ تتخلص من الدم العالي ده، فانت ما تعمل تتبول بشكل اكتر هتعطش اكتر فتشرب مية اكتر، والسايكل تفضل مستمرة، يحصل كثرة عطش وكثرة تبول. فلو بتصحى في نص اليوم بالليل بشكل متكرر كتير عشان تعمل بول او عشان تشرب مية، فده عرض من اعراض مقاومة الانسولين الواضحة والصريحة. العرض السادس وهو اشتهاء الحلويات والنشويات بشكل مبالغ فيه، لان دلوقتي الخلايا لما بترفض ان هي تدخل السكر للخلية جوه بيحصل مقاومة انسولين، والانسولين مش عارف يدخل السكر من الدم للخلية، فالجسم بيحس ان هو جعان فيبدأ يعمل لك اشارات ان كل حاجات فيها حلويات، انا عايز سكر، انا عايز نشويات، فانت تاخد ده فده يزيد اكتر في الدم فيحصل مقاومة انسولين اكبر، وبرده ما تدخلش الخلايا بشكل اكبر، مقاومة الانسولين تزيد وانت تاكل حلويات اكتر والسكر يرتفع اكتر وتعمل مشكلة كبيرة جدا. العرض السابع وهو تأخر شفاء الجروح والتهابات متكررة، لان انت لما يبدأ يحصل السكر يعلى في الدم الخلايا المناعية بتضعف والجهاز المناعي يبقى بيشتغل بشكل أضعف والدم اللي بيوصل للأطراف بيبقى أقل. تمام؟ فده يبدأ يعمل إن الجروح حتى الصغيرة بتاخد معاك وقت أطول عشان تلتئم، يبدأ يحصل التهابات متكررة في جسمك، والالتهابات دي مشهورة جدا سواء في الفم أو في الجلد، ده بسبب الجهاز المناعي الضعيف، فدي علامة مهم تاخد بالك منها. العرض الثامن وهو الأخطر على الإطلاق واللي لازم تخلي بالك منه وهو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول الضار. تمام؟ وده بيحصل مع 70% من مرضى مقاومة الانسولين، فمهم جدا تاخد بالك منه. تمام؟ لان ده بيدخلك في عملية خلل شاملة في عملية التمثيل الغذائي، حاجة اسمها المتلازمة الايضية ميتابوليك سندروم،
وده بيحصل لان السكر موجود في الدم بشكل عالي، والخلايا مش عارفه تدخله جوه ولا تستفاد بيه، في مقاومه انسولين موجوده، فالكبد يبدا ياخد السكر ده يبدا يخزنه دهون، فيخزن دهون بشكل اكبر، فالدهون الثلاثيه تزيد، الكوليسترول يعلى، يبدا يحصل احتباس في السوائل وفي الملح، فيبدا يحصل معاك ارتفاع في ضغط الدم، فدهون البطن تزيد، ويبدا يدخلك في امراض والتهابات مزمنه ومشاكل انت في غنى عنها خالص من الاول خالص كده. العرض التاسع وهو نقص النوم او النوم غير المريح، لان ارتفاع الانسولين الموجود في مقاومه الانسولين دي بيبدا يزود من الكورتيزول، وده هرمون القلق والتوتر اللي مش هيخليك تعرف تنام بشكل عميق. تمام، فانت مش هتنام كويس، وده بدوره هيبدا يزود مقاومه الانسولين. هي حلقه مفرغه، نوم قليل يدخلك في مقاومه انسولين، مقاومه انسولين تخلي النوم قليل للاسف. يعني العرض العاشر والاخير هو تنميل او وغز في الاطراف، يعني تنميل او وغز في ايدك او في رجلك، وده بيحصل لان السكر العالي اللي في الدم ده بيأثر على الاعصاب، ويبدأ يحصل اعتلال العصبي السكري. يعني ده طبعا مشهور جدا مع مرض السكر، وحتى لما السكر بيرتفع في الاول في مقاومه الانسولين، في ناس بيبدا يحصل لهم وغز او تنميل في الاطراف، فمهم جدا تاخد بالك من الاعراض دي. وطبعا بيجي لنا مرضى في العياده سواء كعلاج طبيعي او كتغذيه، بيبقى باين عليهم سواء الزوايد الجلديه او اسمرار الجلد، فبنبدا نعرف ان هو عنده مقاومه انسولين. ولما نبدا نعمل له اسلوب حياه صحي، ونعمل له دايت كويس، ونبدا نظبط له نظام اكله، ونبدا نضيف رياضه، نبدا نظبط النوم بتاعه، الحاجات دي بتفرق معاه بشكل كبير جدا، ويبدا يخس بسهوله. وده طبعا بيحصل مع حالات كتير، اخرهم حاله كانت لسه معايا راجل كبير عنده 50 سنه ما شاء الله عليه، نزل في 3 شهور 10 كيلو ما شاء الله، ومقاومه الانسولين عنده نزلت من 4.5 ل 2.8 ما شاء الله يعني. فبرضه انت تقدر تنورنا في عياده المهندسين، او تقدر تنورنا ان انت تتابع معانا على الواتس اونلاين. تمام، ومش لازم معايا تتابع معايا دكتور تغذيه، لو انت عندك الاعراض دي، عندك عرضين من اللي احنا قلناهم دول، فابدا اعمل تحليل سكر صايم، واعمل تحليل سكر تراكمي، واعمل تحليل مقاومه انسولين. تمام، هتعمل الثلاث تحاليل دول، لو طلع عندك فيه فعلا مقاومه انسولين، او سواء عندك السكر لا قدر الله، تابع مع دكتور كويس. تقدر تتابع معانا واتس على الرقم ده. تمام، هنتابع معاك اونلاين، مفيش اي مشكله، لو مش هتعرف تجي لنا عياده المهندسين، او تابع معايا دكتور غيري، مش لازم انا، بس تابع مع حد يلزمك ان انت تبدا تلتزم باسلوب حياه صحي، تبدا تقلل السكريات، تبدا تعمل دايت كويس، يبدا يظبط نومك، تبدا تضيف معاه رياضه، تعمل اسلوب حياه من الاخر يفرق معاك خالص ان شاء الله. واحنا كمان هنا احنا ممكن نعمل نظام غذائي كده لمقاومه الانسولين في فيديو كامل كده، نتكلم فيه ازاي نرجع حساسيه الانسولين ونمنع مرض السكر قبل ما يبدا. تمام، فلو تحبوا ان احنا نتكلم عن نظام غذائي كامل لمقاومه الانسولين، اكتب في كومنت. تمام، وبرده لو تحب اي موضوع تاني اكتبه في كومنت وان شاء الله نعمله، او اكتب شكوتك بالظبط في كومنت وان شاء الله هرد عليك. ان شاء الله هنرد على كل الناس، ونبدا ننزل محتوى بانتظام كل حد وخميس ان شاء الله، وهنرد على كل الكومنتات باذن الله. فاكتب شكوتك، او اكتب انت تحب نعمل محتوى عن ايه وهنعمله، لان اللي انتوا هتقولوه ده اللي احنا هنعمله. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وطبعا تشترك في القناه عن طريق انك تضغط على صورتي هنا بحيث يوصلك كل جديد اول ما ننزله ان شاء الله. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، اشوفكم على خير، السلام عليكم.